ملايين من الناس بيدخلوا الدارك ويب يوميا، أطفال ومراهقين وستات وشباب بيخشوا بدافع الفضول. وتعالى نتخيل حاجة زي اللي حصلت كده في شبرا الخيمة من كام يوم. بتحصل كام مرة بس احنا طبعا ما بنسمعش عنها حاجة. احمد ابني بص حاجه حلوه قوي عندي، عمره ما يتنسي. هو فعلا امبارح كنت بعمل اكل وهو حاسه بيه اللي هو جنبي يقول لي يا ماما. لو ما تعرفش يعني ايه دارك ويب، هو عبارة عن نت مخفي محدش يعرف عنه اي حاجة. يعني ببساطة كده لو عملت جوه اي مصيبة محدش هيعرف عنها حاجة. كمان اللي جوه الدارك ويب ما بيبقاش عنده اي معلومات عنك، مش زي مثلا الفيسبوك، لا بيعرف اسمك ولا صورتك ولا اي حاجة عنك. استنى قبل ما اكمل، انزل دلوقتي اعمل لي سبسكرايب وفعل زرار الجرس وحضر حاجة تشربها وهدي الإضاءة وتعالى عشان احكي لك. انا اشرف طه ودي الملخص مع اشرف. الموضوع ده ابتدى في التسعينات وابتدى يتطور واحدة واحدة لحد ما في 2002 في مجموعة من الباحثين العسكريين الأمريكان عملوا متصفح اسمه تور وسهلوا الدخول للدارك ويب. بقى أي حد من السهل إنه يخش، ولكن شوية شروط وحاجات معينة كده. طب ليه يا أشرف ممكن أستخدم الدارك ويب وأوافق على شروط وأوامر؟ طب ما أنا عندي الويب العادي. لأنه يا صديقي مش زي ما أنت فاهم، استخدامات الدارك ويب مش زي استخدامات الويب العادي، لأن جواه تجارة حاجات ممكن ما تتخيلش انها موجودة في العالم، هتلاقيها موجودة جوه وتقدر عادي جدا تبيع وتشتري فيها، بس مش بالفلوس الملموسة او العملة العادية، ولكن بعملة اسمها البيتكوين. ودي عملة مشفرة علشان تقدر تبعت وتستقبل بيها من غير ما حد يعرف الحساب بتاعك ولا انت بتتعامل مع مين اصلا. ولكن بعد اللي حكيتهولك ده مش هتصدق ان الموضوع ده كله كان معمول لغرض شريف، عشان يتبادلوا من عليه معلومات سرية من غير ما حد يعرف مين بيقول ايه، انما اتحول لانسب مكان للمجرمين والقتلة والخارجين عن القانون بشكل عام. ومهما احكي لك الموضوع اصعب من كده بكتير. ده في ناس عندهم مرض انهم يتفرجوا على لايف لشخص مثلا هو او بنت بيتم، زي ما حصل في شبرا الخيمة من كام يوم كده تقريبا، يوم 15/4/2024. شاب مراهق اسمه احمد سعد عنده 15 سنه. كان في اليوم ده المفروض انه هيصحى ويفطر وينزل يقابل صحابه عادي، يروحوا القهوه يروحوا بلاي ستيشن، والمفروض انه على مدار اليوم بيروح البيت كذا مره وبيرجع تاني يكمل مع صحابه. الحياه الطبيعيه لاي مراهق في سن. بس في اليوم ده احمد مرجعش البيت، اختفى تماما لحد ما الليل ليل واهله اكتشفوا ان احمد مرجعش لحد دلوقتي، وبداوا يدوروا عليه في كل مكان. احمد كان اصغر واحد في اخواته ودلوعه العيله، وزي ما قالوا الناس اللي شهرت وشافوا اليوم ده ان احمد راح حوالي مرتين 3 للقهوه في نفس اليوم، وما كانش لوحده، كان مع واحد صاحبه اسمه طارق. طارق ده شاب مريض بالكانسر، وكان كل فتره بيجي له مصلحه من اهالي المكان انه يروح يصلح لهم اي حاجه كهربائيه، وناس ثانيه بتقول انه كان شغال قهوجي جنب صنعه الكهرباء دي. وعلى الرغم من انه عنده وقت كبير فاضي، على ان الناس كانت بتقول انه شخص محترم جدا، وقالوا انه بيحب الاطفال وخصوصا احمد. كان دايما بيديله فلوس عشان يروح يلعب بيها في السايبر ويجيب حاجات. حتى اهل احمد كانوا عارفين حاجه زي كده، وكان المفروض شخص كويس ويعرف ربنا وما بيسيبش فرض. فاهل احمد كانوا مرحبين قوي بفكره انه قريب منه. اليوم اياه طارق ساب احمد من على القهوه ومشي، وبعدها بمفيش احمد قام مشي وراه، وفي كاميرات مراقبه جابت ان احمد وطارق اتقابلوا تاني في شارع تاني وكانوا مع بعض، وبعدها مشيوا وما بلغهمش اثر تاني. طبعا احمد لما اختفى في اليوم ده اهله راحوا سالوا طارق. طارق قال لهم معرفش، انا فعلا شفته النهارده ولكن اختفى، معرفش عنه اي حاجه من ساعتها. وكلموا طارق كذا مره وكان بيرد بنفس الرد. لكن في الوقت ده بقى في حاجه غريبه حصلت. طارق كان عنده واحد صاحبه قاعد في نفس المنطقه اللي اهل احمد ساكنين فيها، والشخص ده كان عارف طارق كويس وعارف انه مؤجر كذا شقه في الشقق اللي حواليه، وفي شقه من الشقق دي كان صاحب طارق هو اللي ماضي مكانه وسايب رقم تليفونه في حاله لو حصل حاجه وطارق مش موجود. وفي وسط ده كله وفي وسط الايام اللي بيدوروا فيها على احمد، في مكالمه تيجي لصاحب طارق، واحده ست بترن عليه وبتقول له انا برن على طارق ما بيردش، تعالوا عشان في ريحه وحشه طالعه من الشقه اللي انتم مأجرينها. الشاب ده كان فعلا شاكك في حاجه وكلم اهل احمد بعد المكالمه دي على طول، وخدهم هم وكام واحد من الجيران وراحوا للشقه عشان يشوفوا الريحه دي جايه منين. وكمان راحوا مكلمين الشرطه وحكوا لهم عن اللي حصل،
وبعتوا واحد من القسم عشان يروح معاهم. واول ما فتحوا باب الشقه الريحه الوحشه زادت، واول ما دخلوا الحمام لقوه مليان ولقوا كمان هدوم احمد اللي كان لابسها قبل ما يختفي، ويتفاجئوا بهيكل عظمي متغطي. واول ما شالوا الغطا من عليه يكتشفوا ان دوت احمد ابنهم. لك ان تتخيل انه كان معمول فيه ابشع من الموت بكتير، لدرجه ان اول ما ابوه شافه راح اغمى عليه. المنظر كان مرعب جدا، كان عباره عن انه وكان باين من اللي معمول فيه انه كان عايز منه اجزاء معينه، ويا ريت جسمه بس، ده حتى راسه كان متاخد منها اجزاء، حتى الايدين والرجلين كل حته محطوطه في مكانه ومترميه. اي حد هيشوف المنظر ده هيقول ان دي عصابه وش، مستحيل شخص عادي يعمل كده. ولكن مسرح الجريمه قال عكس كده، اللي حصل فيه ده حصل من شخص واحد، وجنب الجثه كان محطوط كيس بلاستيك فيه اللي طلعت من احمد. المكان اصلا اللي كان فيه الحاجات دي ما كانش مجهز للكلام ده، مفيش ثلاجه يتشال فيها الحاجات دي مش تجاره. يعني اللي خد منه الحاجات دي، الحاجات موجوده اهي بالفعل، في حاجه مش مظبوطه في القصه كلها. طب يا ترى اللي عمل فيه كده عمل فيه كده ليه اصلا؟ الشرطه عملت تحرياتها وعرفوا بان اللي ورا اللي حصل ده هو طارق اللي كان مع احمد اخر مره، الشخص اللي ظهر في المنطقه من حوالي 4 شهور تقريبا، هو اللي عمل كده وخلع. والغريبه انهم اول ما جابوه اعترف بانه هو فعلا اللي عمل كده. سالوه عن السبب لكنه قال قصه ما تجيش غير في الافلام وبس. بيقول انه في مره كان عنده فضول انه يخش الدارك ويب او الانترنت الخفي ويعرف الموضوع بتاع وياخد فكره عن الموضوع، ولقى ان اسعار الحاجات دي غاليه جدا، ده حتى فيديوهات بتكون بفلوس. وفي يوم اتعرف على شخص مصري بس قاعد في الكويت، ويوم ورا يوم ابتدت علاقتهم تكبر ويبقوا صحاب. والشخص اللي في الكويت ده كان دايما بيبعت مبالغ بسيطه لطارق بحيث ان هو يثق فيه وفي اي حاجه يقولها له. لحد ما في يوم من الايام الشخص ده قال لطارق على حاجه غريبه جدا، قال له انا ممكن اغير حياتك في ثانيه واحده، انا ممكن ابعت لك 5 مليون جنيه مقابل عيل صغير. وهنا طبعا طارق ما فكرش، الفلوس زغللت عينيه، وبالفعل بدأ يدور على صاحبه الجديد اللي هيقدمه كبش فدا لصاحبه التاني، وكان بيصور له فيديو كول ويوري له هو محتاج مين، لحد ما في الاخر اختار شخص اللي هو احمد الله يرحمه. وفي شرط كمان، لما طارق يجيب الضحيه دي لازم يصور كل اللي بيحصل ده فيديو. وبمجرد ما عمل كده في احمد، الشخص المجهول ده بدأ يخلع وبدأ يلعبه، وقال له عشان ابعت لك الفلوس لازم تعمل كل اللي عملته ده في شخص تاني. تخيلوا معايا يا فنانين انه كان يعمل كده في عيل تاني، بس الحمد لله الشرطه قدرت توصل له وتلحقه في اسرع وقت قبل ما يعمل حاجه تاني. وكل المعلومات اللي قالها طارق للشرطه طلعت حقيقيه، وكمان قدروا يجيبوا الشخص الكويتي ده، وطلع شخص بالغ ومخلف عيل عنده 15 سنه قد احمد الله يرحمه. والمصيبه البشعه اللي مش هتصدقها ولا انا نفسي مصدقها، ان الشرير مش الراجل اللي مخلف العيل ده، العيل اللي عنده 15 سنه هو اللي كان بيكلم طارق. طب ازاي؟ وبيعمل ايه بالفيديوهات دي؟ وبيستفيد ايه؟ اتاريه كان بياخد الفيديوهات اللي بيبعتها له طارق ويروح يبيعها على الدارك ويب وبارقام كبيره جدا. وكمان دي ما كانتش اول مره، ده عمل كده كتير وفي مصر كمان. والكلام ده كله طبعا تحقيقات القضيه الاولانيه، انما القضيه لسه تحت التحديث. المهم زي ما قلت لك، دارك ويب مصيبه مش ممكن تتخيلها. ما تعرفش، ممكن يكون حد من اللي تعرفهم بيدخلوا عليه وانت مش عارف. خد بالك، انت مش لازم تتاذي جسديا، ده في ناس بتدخل وبتتاذي اذى نفسي. اللي هتشوفه جوه مش منطقي وما ينفعش تشوفه. في ناس اغنياء جدا بقى عندهم زهد من كل حاجه، ومتعتهم بقت انهم يتفرجوا على فيديوهات زي دي مقابل اي رقم. وخد بالك من ابنك او اي شخص مراهق تعرفه، اعرف هو بيصاحب مين وبيعمل ايه بالظبط، وخصوصا لو بيقعد على النت لفترات طويله، لان في الزمن ده ما بقاش في حاجه امان زي ما انتم شايفين. وربنا يسترها علينا وعليكم. ما تنساش بقى لو الفيديو عجبك تعمل لي لايك وكومنت، عشان الحاجات دي بتفرق في الظهور وبتساعد ان الفيديو يظهر. وعايزين شير كتير يا فنانين. ما تنساش تدعمني بسبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان اول ما ارفع الحلقه الجايه توصلك على طول. ومش عايزين ننسى الحلم، مليون فنان جوه الملخص. انا اشرف طه ودي الملخص مع اشرف.